انا اكتر واحد بيحبك. يا الاغنيه دي كسرت الدنيا، بس يا خساره الحلو ما بيكملش. ده عمرو دياب اللي غنى، وده عمرو مصطفى اللي لحن. زمان كان الثنائي اللي بيكسر الدنيا وبيرقص الناس كلها في الصيف، ودلوقتي عمرو بيكره عمرو، عمرو بيصالح عمرو، عمرو بيتخانق مع عمرو تاني، ومحدش عارف مين رايح فين. وبقى السؤال الاشهر في مصر، هو عمرو مصطفى اتخانق مع عمرو دياب تاني؟ هو كان صالحه اصلا؟ لو ما تعرفش فهو اتصالح معاه فبراير اللي فات ورجع خصمه تاني. وعلى راي عزيزه جلال، بيخاصمني حبه ويصالحني حبه. تركي آل الشيخ اعلن في فبراير اللي فات صلح عمرو دياب وعمرو مصطفى على بعض، وسخر من علاقتهم المتوتره مع بعض وقال ده الصلح رقم 549. وظهر النجمين وهم بيسلموا على بعض بالاحضان، لكن شهر العسل ده خلص بسرعه ورجعوا للخناق تاني. او عشان نكون بنتكلم بدقه، عمرو مصطفى هو اللي رجع للخناق تاني، بيموت في الخناق. خناقه عمرو مصطفى وعمرو دياب هي اغرب خناقه هتشوفها في حياتك، لانها دايما من طرف واحد. اول خناقه بين الاثنين كانت في 2012، وكل مره عمرو مصطفى هو اللي بيتكلم، مفيش مره عمرو دياب رد عليه. عمرو مصطفى فاجئ جمهور الهضبه وقال انه ناوي يحذف كل الاغاني اللي لحنها له على مدار 25 سنه بمزاجه كده. طب هو ده ينفع اصلا؟ حقوق الملكيه بتاعت اي اغنيه بتكون من حق الملحن، وجرت العاده في مصرنا العزيزه ان الملحن بيعمل تنازل للشركه المنتجه او المطرب، وبالتالي الاغنيه بتكون من حق الشركه المنتجه او المطرب لمده بتعدي ال 50 سنه. عشان كده عمرو مصطفى قال ان كل الاغاني اللي عملها من 99 هترجع تاني بعد انتهاء مده حقوقها كمان 20 سنه. وخد بالك بقى من سنه 99 دي، عشان ده تاريخ اول اغنيه عملها عمرو مصطفى لعمرو دياب، وهي خليك فاكرني. ندخل بقى في الاسئله المهمه، هو عمرو مصطفى بيكره، او خلينا نهدي النفوس ونقول مش بيحب عمرو دياب ليه؟ والله تقريبا كده عمرو مصطفى نفسه مش عارف هو زعلان من عمرو دياب ليه. يعني مره قال والله انا زعلان منه عشان ما عزنيش في امي، ومره تانية يقول انا راجل بدافع عن حقوق الملحنين. بقول لكل الفنانين والمبدعين يا جماعه خلي بالكم من حقوقكم، ما تتنازلوش عن الاغنيه. لو دفعوا لكم فيه وانتوا صغيرين كده اهو 200 مليون جنيه في الاغنيه، ما تتنازلوش لانها هتجيب اكتر. يعني ليه اعمل اغنيه تكسر الدنيا وفي الاخر انا والشاعر نقبض مبلغ رمزي والحقوق كلها تروح للمطرب؟ السبب اللي عمرو مش بيقوله واللي بيكون باين بين السطور في كل لقاءاته وتصريحاته هي لعنه الجندي المجهول. اي مهنه بيكون ليها جنود مجهولين، يعني المطرب مع الشاعر والملحن وفرقه كامله، كل واحد ليه دوره، وصحيح كلهم بينجحوا مع بعض، لكن في النهايه الناس في الشارع ما بتعرفش الا المطرب بس. عمرو مصطفى بقى مش عارف يتقبل الوضع ده، مع انه نجم وغنى، بس هو مصمم ان الملحن لازم يكون في نجوميه المطرب. عامه اللي يهمك في الخناقه دي كلها انك تلحق تنزل ال 36 اغنيه اللي عملهم عمرو مصطفى لعمرو دياب عشان يديك ويدينا طول العمر، مش هتلاقيهم كمان 20 سنه.